لا مش ده ثانية كده ثانية على الطيارات ها؟ ولا لا ثانية يعني لازم تشوف على السياح. أنا قلت أكثر. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. معلش أستأذنك الكاميرا معلش. يعني أسوان بلد سياحية ومن أجمل بلاد العالم، وإحنا بنجهز نفسنا إن شاء الله لاحتفاليات اليوم العالمي للسياحة تمهيدا لبدء الموسم السياحي الشتوي، وإن شاء الله بإذن الله يكون موسم سياحي جيد لأسوان بالكامل. يعني إحنا عندنا كثير من الفعاليات في هذا اليوم، زي ما شفتوا النهارده احنا بنضع اللمسات الأخيرة للاحتفال. عندنا ان شاء الله عروض طيران باذن الله مرتين، مره صباحا ومره الساعه 5. عندنا موكب خاص بالمراكب النقليه بالهويه البصريه. عندنا عروض الكياك في النيل. عندنا عروض لمجموعات من التمثيل ان شاء الله باذن الله. ثم ان شاء الله نحتفل اليوم باعمال الفاير وورك او الاضاءات يعني الصاروخيه ان شاء الله من فوق جبل الاول. الحقيقه انا بعتبر اليوم ده يعني يوم هام جدا، خصوصا بعد الشائعات والاقاويل اللي ظهرت على اسوان الفتره اللي فاتت بخصوص حالات النزلات المعويه. احنا الحمد لله يعني اسوان بخير، واحنا جاهزين لبدء موسم سياحي جيد، والحقيقه يوم يعني ان شاء الله هيبقى يوم جميل والناس كلها تسعد بيه، واحنا محتاجين ان احنا نطوي بقى الصفحه الخاصه بالحاله اللي كانت موجوده عليها اسوان، ويعني ننتهي من الاشاعات ونكمل الاشاعات الكبيره اللي كان موجود على وسائل التواصل الاجتماعي الفتره السابقه. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يبقى موسم سياحي جيد كلنا نستفيد منه، كلنا نعامل السياح بطريقه جيده. يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نظهر جمال بلدنا، جمال اسوان، عشان السائح يرجع لنا مره ثانيه ومره ثالثه ان شاء الله. شكرا.